عمرك حسيت إنك بتعيش نفس اللحظة مرتين؟ بتبص حواليك وتقول استحالة أنا عشت الموقف ده قبل كده، المشهد نفسه، الأصوات نفسها، حتى إحساسك الداخلي بيتكرر. الحالة دي اسمها ديجافو. إيه هي الديجافو وليه بتحصل لنا؟ معناها بالفرنساوي شفت ده قبل كده، بتخليك مقتنع إنك عشت اللحظة دي قبل كده رغم إن مفيش أي دليل فعلي. زي مثلا لما تكون داخل أوضة أول مرة تدخلها بس تحس إنك كنت فيها قبل كده، نفس الإضاءة ونفس ترتيب الحاجات ونفس الإحساس الداخلي. بتقول لنفسك أنا مش فاهم، أنا عشت اللحظة دي قبل كده. وده بالظبط اللي بنسميه ديجافو. يعني لما تكون مثلا في كافيه أو في مطعم تقعد على الترابيزة وتسمع أغنية معينة والجو حواليك مألوف جدا، وتحس فجأة إنك قعدت هنا قبل كده وسمعت نفس الكلام ونفس الصوت ونفس الإحساس الداخلي. بس لما تفكر تكتشف إنك أول مرة تيجي المكان ده. ولما تكون مثلا في الشغل أو في الجامعة وأنت قاعد في اجتماع أو محاضرة والدكتور يقول جملة معينة، تحس إنك سمعتها قبل كده بنفس الطريقة بنفس النبرة ونفس رد الفعل حواليك. تقول لنفسك أنا عشت اللحظة دي قبل كده، بس مفيش أي دليل فعلي إنك مريت بالموقف ده قبل كده. لما تكون مثلا في المواصلات راكب ميكروباص أو مترو، تبص حواليك تلاقي نفس الناس نفس ترتيبهم نفس الأصوات نفس الجو، تحس إنك رحت المشوار ده قبل كده بنفس التفاصيل رغم إنك متأكد إنك أول مرة تروح المشوار ده. ولما تكون في البيت مثلا وبتتكلم مع حد من أهلك وفجأة تحس إنك قلت نفس الكلام ده قبل كده بنفس الطريقة في نفس المكان بنفس رد الفعل. تحس إنك بتعيد مشهد حصل قبل كده بس مش فاكر إمتى ولا فين. ولما تكون مثلا بتتفرج على فيلم تشوف مشهد الفيلم لأول مرة وتحس إنك شفته قبل كده أو حتى إنك عارف اللي هيحصل، تحس إنك شفت الفيلم ده قبل كده بس لما تدور تكتشف إن ده أول مرة تشوفه. ولما تكون مسافر بلد جديدة تدخل شارع أو مكان أثري تحس إنك مشيت فيه قبل كده وإنك كنت هنا من زمان، تحس براحة غريبة كأنك في مكان مألوف رغم إنك أول مرة تزوره. طب ليه الإحساس ده بيحصل؟ الدماغ بيخلط بين اللحظة الحالية وذكرى قديمة، أو بيحصل خلل بسيط في توقيت تسجيل المعلومة يفتكرها إنها حصلت قبل كده، وده بيخلي الإحساس بالألفة يظهر فجأة حتى لو مفيش سبب حقيقي. اللي اخترع مصطلح الديجافو كان اسمه إيميل بوري، كان مهتم بالحاجات اللي لها علاقة بعلم الطاقة وما وراء الطبيعة يعني من زمان، والناس بتحاول تفهم الإحساس الغريب ده حتى قبل ما العلم يفسره بشكل دقيق. العلماء بدأوا يدرسوا ظاهرة الديجافو بشكل علمي من نص القرن العشرين، يعني من حوالي الأربعينات والخمسينات بدأوا يسألوا الناس ويعملوا تجارب ويحاولوا يفهموا ليه المخ بيحس الإنسان إنه شاف الموقف ده قبل كده حتى لو هو ما حصلش. فيه عالم اسمه ألانس براون كتب كتاب مهم عن الظاهرة دي وجمع فيه تجارب ناس كتير من كل أنحاء العالم. ومن خلال دراسته اكتشف إن حوالي تلتين البشر، يعني حوالي 66%، مروا بإحساس الديجافو على الأقل مرة واحدة في حياتهم. يعني الإحساس ده مش نادر ولا غريب، ده بيحصل لمعظم الناس سواء صغيرين أو كبار في مواقف مختلفة. زي مثلا لما تكون ماشي في شارع فجأة تحس إنك مشيت فيه قبل كده بنفس التفاصيل رغم إنك متأكد إنك أول مرة تعدي منه. ده هو الديجافو اللي العلماء حاولوا يفهموه، اللي ألانس براون أثبت إن هو بيحصل لمعظم الناس. العلماء حاولوا يفهموا ليه المخ بيخلي الواحد يحس إنه كان في الموقف ده قبل كده رغم إن اللحظة دي بتحصل لأول مرة، وطلعوا بكذا نظرية كل واحدة بتحاول تفسر الظاهرة بزاوية مختلفة. أول نظرية هي نظرية الخلل في توقيت المخ، دي من أشهر النظريات، وبتقول إن المخ ساعات بيخلط بين اللحظة اللي بتحصل دلوقتي وبين طريقة تسجيلها في الذاكرة. المعلومة بتدخل المخ مرتين بسرعة جدا، مرة كأنها لحظة جديدة ومرة كأنها ذكرى قديمة. المخ يفتكرها على طول إنها مألوفة، يعني أنت بتسمع جملة بس المخ بيسجلها مرتين ورا بعض وتفتكر إنك سمعتها قبل كده رغم إنك لسه سامعها. تاني نظرية هي نظرية تشابه المواقف، بتقول إن الديجافو بيحصل لما الموقف اللي أنت فيه بيشبه موقف قديم جدا بس أنت مش فاكره. مثلا لما تكون داخل أوضة وترتب الحاجات اللي فيها شبه أوضة كنت فيها زمان، فالمخ بيربط بينهم وبيحسسك إنك كنت هنا قبل كده. تالت نظرية هي نظرية اللاواعي والتخزين المؤقت والأحلام. في نظرية بتقول إن المخ بيخزن بعض المعلومات بشكل مؤقت في اللاواعي ولما تتكرر أو تظهر تاني بتحس إنها مألوفة. في ناس بتقول إنك ممكن تكون حلمت بالموقف ده قبل كده والمخ خزنه في اللاواعي ولما يحصل في الحقيقة تحس إنك عشته قبل كده. يعني مثلا تحلم إنك كنت بتتكلم مع حد في مكان معين وبعد كام يوم يحصل نفس الموقف فتقول أنا حلمت بده قبل كده. أو مثلا تشوف إعلان على السوشيال ميديا وأنت بتقلب بسرعة بعد كام يوم تشوفه في الشارع وتحس إنك عارفه بس مش عارف منين. العلماء ما اكتفوش بالنظريات، لا ده عملوا تجارب فعلية عشان يفهموا إيه اللي بيحصل في دماغنا لما تحس إنك عشت اللحظة دي قبل كده. من التجارب اللي اتعملت تجربة التحفيز الكهربائي للمخ. في تجربة قديمة سنة 1959 دكاترة أعصاب حفزوا منطقة معينة في المخ عند مريضة أثناء عملية جراحية وهي صحية. المريضة حست إن كل كلمة بيقولها الدكتور إنها سمعتها قبل كده وكمان كانت عارفة هو هيقول إيه بعدها. ده بيأكد إن الديجافو ممكن تكون مرتبطة بمنطقة معينة في الدماغ مسؤولة عن الذكريات والألف. وكمان في تجارب الصور المتكررة عرضوا على ناس صور معينة بشكل غير مباشر وبعد فترة عرضوها تاني بشكل واضح. الناس حسوا إن الصور مألوفة بس مش فاكرين شافوها فين أو إمتى. زي مثلا لما تشوف إعلان على السوشيال ميديا كذا مرة وبعد كده تشوفه في الشارع وتحس إنك عارفه بس مش فاكر منين. الهدف من التجارب دي يفهموا إزاي المخ بيخلط بين الجديد والمألوف
ويحددوا المناطق المسؤولة عن الإحساس بالألفة، ويفرقوا بين الديجافو الطبيعي واللي ممكن يكون مرتبط بمشاكل عصبية. طب إيه هو مدى الانتشار بتاعه؟ يعني بيحصل لمين أكتر؟ بيحصل أكتر للشباب والمراهقين. الديجافو بيظهر بشكل طبيعي عند الناس اللي سنها صغير، خصوصا المراهقين من سن 13 سنة كده لحد 19، وكمان الشباب من سن 20 سنة ل 30، لأن في السن ده المخ بيكون في أعلى نشاط والذاكرة شغالة بسرعة. في فضول وتجارب جديدة كتير، فالمخ ساعات بيخلط بين الجديد والقديم. زي مثلا شاب عنده 18 سنة وأول مرة يدخل الجامعة، فجأة يحس إنه شاف المدرجات دي قبل كده وشاف الناس دي قبل كده، بالرغم إن أول مرة يروح. وكمان الديجافو بيقل مع السن، كل ما الواحد بيكبر إحساس الديجافو بيقل تدريجيا. يعني الناس اللي فوق ال40 أو ال50 نادرا ما يحسوا بيه، لأن المخ بيبدأ يهدى شوية، الذاكرة بتبقى أقل نشاط، وكمان التجارب الجديدة بتقل، فالإحساس بالألفة الغريبة بيقل. زي مثلا لما واحد كبير في السن يقول لك أنا زمان كنت بحس بده كتير، دلوقتي بقى نادر جدا. مرتبط بالسفر والتعليم، الناس اللي بتسافر كتير أو عندهم تعليم عالي أو بيتعرضوا لمواقف جديدة كتير هم أكتر ناس بيحصل لهم ديجافو، لأنهم بيشوفوا أماكن كتير وبيتعرضوا لمواقف متنوعة، فالمخ بيبدأ يربط بين الحاجات دي، بيحس إن في حاجات شافها قبل كده حتى لو ده ما حصلش. زي مثلا لما تكون واحدة بتسافر كتير تدخل مطار جديد تحس إنها كانت هنا قبل كده، بالرغم إنها أول مرة تسافر البلد دي. ودي نظريات العلماء بيحاولوا يفسروها. الإحساس الغريب إنك عشت اللحظة دي قبل كده رغم إنك متأكد إنها بتحصل لك لأول مرة. وفي نظريات تانية بتفسر الديجافو. أول نظرية فيهم هي نظرية الذاكرة المزدوجة، بتقول إن المخ فيه نوعين من الذاكرة، واحدة بتسجل اللحظة بشكل سريع والتانية بتخزنها بشكل أبطأ. لو حصل خلل بطيء في التوقيت المخ بيفكر اللحظة كأنها ذكرى قديمة رغم إنها لسه بتحصل دلوقتي. زي مثلا لما تسمع حد بيقول جملة فالمخ بيسجلها مرتين تحس إنك سمعتها قبل كده. وتاني نظرية هي نظرية الانتباه المشتت، بتقول إنك ممكن تكون شفت حاجة أو سمعت حاجة وإنت مش مركز، وبعد ثواني تركز فيها تحس إنك شفتها قبل كده. زي مثلا لما تكون ماشي في شارع وعديت على محل بس كنت مشغول، بعد شوية هتبص عليه وتقول أنا شفت المحل ده قبل كده، بس الحقيقة إنك شفته فعلا بس وأنت مش واخد بالك. نيجي بقى للنظريات الأساسية الميموري بيز. أول نظرية فيهم هي الكريبتومنيسيا. دي حالة بتحصل لما تكون فاكر إنك جبت فكرة جديدة بس في الحقيقة إنك شفتها أو سمعتها قبل كده ونسيت إن الفكرة مش بتاعتك. زي مثلا لو بتكتب بوست على الفيس تفتكر إنك كتبت جملة عبقرية بس في الحقيقة هي جملة قرأتها من أسبوع في بوست حد تاني، بس مخك نسى المصدر افتكرها كأنها فكرتك. أو مثلا لما تكون قاعد مع أصحابك وتقول لهم نكتة وكلهم بيضحكوا عليها فتفكر إنك عبقري في التقليد، وبعدين واحد فيهم يقول لك دي نكتة أنا شفتها على التيك توك امبارح. طب إيه اللي حصل؟ مخك شاف النكتة قبل كده بس نسى إنها مش فكرتك وطلعها كأنك أنت اللي قايلها، عشان الذاكرة القديمة بتطلع بشكل غير واعي فتفكر إنها فكرتك الأصلية. وتاني نظرية هي نظرية الإمبلكت ميموري أو الفلوينسي. دي لما مخك يتعامل مع معلومة بسرعة وسلاسة يفتكر إنها مألوفة أو صحيحة حتى لو أول مرة تشوفها. زي مثلا لو شفت اسم دواء بخط واضح وسهل ممكن تحس إنك شفته قبل كده أو إنه آمن، بس ده مجرد إحساس ناتج عن سهولة القراءة مش عن تجربة حقيقية. أو مثلا لما تسمع أغنية لأول مرة بس تحس إنها مألوفة جدا فتفتكر إنك سمعتها قبل كده بسبب إن اللحن سهل ومألوف ومخك بيترجمه على إنه معروف حتى لو هو جديد عليه. طب ليه بتحصل؟ عشان المخ بيحب الحاجات اللي سهلة عليه، فلو المعلومة سهلة بيترجمها على إنها مألوفة أو موثوقة. تالت نظرية هي الميموري ميس ماتش. دي بتحصل لما تحس بألفة اتجاه حاجة بس مش قادر تفتكر مصدرها أو ليه مألوفة. بيحصل تضارب داخلي. زي مثلا لو قابلت حد وحاسس إنك شفته قبل كده بس مش فاكر فين ولا إمتى، الإحساس بالألفة موجود بس الذاكرة مش بتدعم الإحساس ده، تحس إنك محتار. أو مثلا لما تشوف إعلان على يوتيوب وتقول أنا شفت الإعلان ده قبل كده بس لما تفتكر تكتشف إنك شفت إعلان مشابه مش نفس الإعلان. المخ خلط بين الإحساس بالألفة والذكرى الحقيقية. طب ليه بتحصل؟ عشان المخ ساعات بيستقبل إشارات ألفة من غير ما يكون عنده ذكرى واضحة، وبيحصل خلل أو تضارب بين الإحساس والواقع. وكمان من النظريات سبليت برسبشن والنيورال ديلاي. يعني إيه الكلام ده؟ الموضوع بيتكلم على إن دايما العينين مش بيشتغلوا بنفس السرعة والمخ ساعات بيستقبل الصورة من عين قبل التانية، وده بيأثر على طريقة فهمك للمشهد. طب إيه اللي بيحصل؟ عين من الاتنين سواء عينك اليمين أو الشمال ممكن تبعت الصورة للمخ أسرع شوية من التانية. المخ بيستقبل الصورة دي الأول ويحس إنها مألوفة أو شافها قبل كده، ولأن المخ بيحب يرتب الدنيا يبدأ يفسر الصورة دي على إنها ذكرى مش مجرد مشهد جديد. وكمان بيحصل إدخال مزدوج في نصفي المخ، كل عين بتبعت الصورة لنص معين في المخ، العين اليمين تروح للنص الشمال والعين الشمال تروح للنص اليمين. لو واحدة سبقت التانية يحصل نوع من التضارب الزمني، والنتيجة المخ بيفكر إن الصورة دي من الماضي مش من اللحظة الحالية. تخيل إنك واقف في الشارع وشفت شخص بيعدي بسرعة، عينك الشمال شافته قبل عينك اليمين بجزء صغير جدا من الثانية. المخ بيستقبل الصورة من العين الشمال الأول تفتكر إنك شفت الشخص ده قبل كده وتحس إنه مألوف رغم إنك أول مرة تشوفه. أو مثلا وأنت قاعد بتتفرج على فيلم مشهد فيه حركة سريعة جدا زي عربية بتجري أو انفجار
عينك اليمين شافت الحركة قبل عينك الشمال جزء صغير جدا من الثانية. المخ بيستقبل الصورة من العين اليمين الأول، فيفتكر إنك شفت المشهد ده قبل كده، تحس إنه مألوف رغم إنه جديد. أو مثلا وأنت ماشي في مول وشفت شخص بيعدي بسرعة قدامك، تحس إنك شفته قبل كده بس مش فاكر فين ولا إمتى، بسبب إن عينك شافت الشخص من زاوية أسرع. والمخ فسر ده على إنه ذكرى مش لحظة حالية. أو مثلا لو بتلعب فيديو جيم وفي لعبة فيها حركة سريعة زي ألعاب التصويت أو السباق، ممكن عينك تسبق التانية في استقبال مشهد معين زي انفجار أو حركة خاصة، تحس إنك شفت الحركة دي قبل كده، تتصرف بسرعة كأنك متوقعها، بس الحقيقة إنك أول مرة تشوفها. ده لأن المخ ترجم التأخر الزمني على إنه قلت. أو مثلا لو صحيت من النوم وشفت حاجة فجأة زي ضوء أو شخص واقف، ممكن عينك الشمال تسبق عينك اليمين في استقبال الصورة، وتحس إنك شفت المشهد ده قبل كده وتحصل لحظة ارتباك. ده نتيجة إن المخ استقبل الصورة بشكل غير متوازي، افتكرها ذكرى. يعني ببساطة المخ ساعات بيخلط بين اللحظة والذكرى بسبب فرق بسيط في وقت استقبال الصورة بين العينين، وده بيخلي الإحساس بالألفة يظهر فجأة حتى لو مفيش سبب حقيقي. لو عينك شافت حاجة قبل التانية، مخك ممكن يفتكرها على إنها من الماضي مش من دلوقتي، وده بيخلي الإحساس بالألفة ممكن يكون نتيجة تأخر عصبي مش لأنك فعلا شفت الحاجة دي قبل كده. نيجي بقى للجانب العصبي، التمبرال لوب والإبيليبسي. أول حاجة إيه هو التمبرال لوب؟ ده جزء من المخ موجود على الجنبين وبيتحكم في حاجات زي الذاكرة والإحساس بالمشاعر والسمع وفهم الكلام. يعني لو حصل فيه أي خلل أو نشاط مش طبيعي، ممكن يأثر على إحساسك بالألفة ويخليك تحس إنك شفت ده قبل كده حتى لو أول مرة. وفي نوعين من الحالات. أول نوع هو النوع الطبيعي اللي بيحصل لأي حد، ده لما يحصل نشاط بسيط أو مؤقت في التمبرال لوب، زي مثلا لما تكون تعبان أو مرهق جدا أو بتعدي بلحظة توتر أو قلق، أو حتى لو بتسمع حاجة مألوفة فجأة. المخ وقتها ممكن يفسر الموقف ده على إنه ألفة وتحس إنك عايش اللحظة دي قبل كده، وده اللي بنسميه ديجافو. يبقى التمبرال لوب أو الإبيليبسي لما المخ يخلي الحاجة تحس إنها مألوفة وهي مش كده. ده مش مرض ولا حاجة، ده مجرد خيال بسيط في توقيت المخ، وبيحصل في مواقف كتير جدا. زي مثلا لما تكون قاعد في كافيه أول مرة تدخله بس تحس إنك قعدت فيه قبل كده، تبص حواليك وتقول أنا جيت هنا قبل كده، بس لما تفكر تكتشف إنك عمرك ما دخلت. اللي حصل إن التمبرال لوب اشتغل لحظة بشكل غريب وخلى المكان يحسسك إنه مألوف كأنك عايشه قبل كده. أو مثلا لما تكون قاعد في اجتماع والمدير يقول جملة معينة وتحس إنك سمعتها قبل كده بنفس الطريقة، بس لما تراجع تكتشف إنك أول مرة تسمعها. ده لأن المخ سجل الجملة كأنها ذكرى مش لحظة جديدة بسبب خيال بسيط في توقيت التسجيل. طب يعني إيه؟ المخ بيكون شغال طبيعي بس بيحصل خيال بسيط في توقيت تسجيل المعلومة فيفتكرها كأنها ذكرى قديمة. والتمبرال لوب إبيليبسي ده لما يكون فيه نوبات صرعية بتحصل فيه، وده بيأثر على طريقة المخ في تسجيل الذكريات. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل نشاط كهربائي غير طبيعي في المخ، وبالذات في منطقة اسمها الهايبوكامب، ودي مسؤولة عن تخزين الذكريات. النشاط ده ممكن يخلي الشخص يحس بألفة شديدة أو يحس إن كل حاجة حواليه مألوفة بشكل غريب. يعني ممكن تحس إنك شفت المكان ده قبل كده أو الناس دي أو حتى الكلام اللي بيتقال رغم إنك أول مرة تعيش اللحظة دي. زي مثلا واحد عنده الحالة دي ممكن فجأة وهو ماشي في الشارع يحس إن كل حاجة حواليه مألوفة جدا، الناس، العربيات، الصوت، الجو، كأن المشهد ده اتكرر قبل كده بالحرف. بس الحقيقة إن ده مش ذكرى، ده نشاط كهربائي غير طبيعي في منطقة في المخ، والمنطقة دي هي المسؤولة عن تسجيل الذكريات. في بعض الحالات الشخص بيحس فجأة بريحة غريبة أو طعم مش مألوف أو إحساس إنه شاف ده قبل كده، وده بيكون علامة إن النوبة قربت. الإحساس ده مش حقيقي لكنه ناتج عن اضطراب وبيسبق النوبة أحيانا. الخلاصة إن الفص الصدغي بيشتغل زي مركز الذكريات والمشاعر. لو حصل فيه خلل بسيط تحس إنك شفت حاجة قبل كده وهي جديدة، ولو فيه صرع أو نشاط كهربائي غريب الإحساس بالألفة هيبقى جامد كأنك بالظبط في حلم بيتكرر. نيجي بقى للتجارب المعملية. العلماء حاولوا يفهموا ليه الناس بدأت تحس فجأة إنهم شافوا الموقف ده قبل كده اللي هو إحساس الديجافو، فبدأوا يعملوا تجارب في المعمل عشان يشوفوا هل يقدروا يخلقوا الإحساس ده بشكل صناعي، وفعلا قدروا يخلقوا نوع من الألفة بس كانت أخف من الديجافو اللي بيحصل طبيعي. أول تجربة باستخدام الواقع الافتراضي VR، إيه اللي عملوه؟ جابوا ناس ولبسوهم نظارات VR وخلوهم يعيشوا مشاهد افتراضية زي مثلا يمشوا في شارع أو يدخلوا أوضة، بعد كده عرضوا عليهم نفس المشهد تاني بس بتفاصيل مختلفة شوية. النتيجة كانت إن الناس حسوا إنهم شافوا المكان ده قبل كده بس الإحساس كان خفيف مش نفس قوة الديجافو اللي بيحصل في الحياة الطبيعية. يعني مثلا لو لعبت لعبة VR مرتين ممكن تحس إنك شفت المشهد ده قبل كده بس مش هتحس بالارتباك أو الغرابة اللي بتحصل في الديجافو الحقيقي. وتاني تجربة باستخدام التنويم المغناطيسي هايبونيسيس. طب إيه اللي عملوه؟ التجارب دي كان بيخلوا الشخص في حالة استرخاء عميق وبعدين يزرعوا في عقله فكرة إنه شاف حاجة معينة قبل كده، والنتيجة إن الشخص حس فعلا إن الحاجة دي مألوفة بس الإحساس هنا بيكون ضعيف ومش طبيعي زي الديجافو. زي مثلا لما حد يقول لك فاكر لما كنا في المكان الفلاني وأنت مش فاكر بس تبدأ تحس إنك كنت هناك فعلا رغم إنك مش متأكد. وتالت تجربة استخدموا صور متكررة. طب إيه اللي عملوه؟ عرضوا على ناس صور معينة أكتر من مرة بس بشكل غير مباشر أو في الخلفية،
وبعد كده عرضوها تاني بشكل واضح. النتيجة إن الناس حسوا إن الصور دي مألوفة بس مش عارفين ليه، وده خلق إحساس بالألفة بس مش بنفس قوة الديجافو اللي بيجي فجأة وبيخلي الواحد يتلخبط. زي مثلا لو شفت إعلان على يوتيوب كذا مرة وأنت مش مركز، بعدين شفته تاني وأنت مركز، هتحس إنه مألوف بس مش هتحس إنك شفته قبل كده. الخلاصة إن العلماء حاولوا يخلقوا إحساس بالألفة باستخدام ال VR والصور المتكررة والتنويم، بس الإحساس ده كان صناعي وخفيف، مش بنفس قوة الديجافو اللي بيحصل فجأة في الحياة. الديجافو الحقيقي بيجي من خلال لحظة في المخ، مش من تكرار أو تدريب. الإحساس بالألفة اللي العلماء قدروا يخلقوه في المعمل ممكن يتوظف في حاجتين مهمين جدا في العلاج النفسي أو تصميم الألعاب. أول حاجة في العلاج النفسي، الإحساس بالألفة ممكن يبقى أداة علاجية قوية جدا، خصوصا لما نستخدمه في بيئة آمنة ومتحكم فيها، زي مثلا علاج الصدمات النفسية زي ال PTSD. لو حد مر بتجربة صعبة أو مؤلمة ممكن نستخدم الواقع الافتراضي ال VR عشان نعيد تمثيل الموقف بشكل تدريجي لكن في بيئة مألوفة ومريحة. ده هيخلي الشخص يحس إن الموقف مش غريب عليه، فيبدأ يتعامل معاه بهدوء، يواجه مشاعره بدل ما يهرب منها. كمان في جلسات التنويم المغناطيسي أو العلاج باللعب ممكن نستخدم صور أو مشاهد مألوفة للشخص عشان نوصله لحالة استرخاء أو نفتح له باب للذكريات المفقودة، زي مثلا لعبة فيها شخصيات أو أماكن زي اللي عاش فيها تبدأ مشاعره تظهر. وكمان في تقوية الذاكرة وتحسين المزاج في بعض التطبيقات النفسية بيستخدموا صور مألوفة أو مشاهد متكررة عشان يخلوا الشخص يحس براحة نفسية، وده بيقلل التوتر ويزود الإحساس بالأمان. وتاني حاجة في تصميم الألعاب، المطورين بيستخدموا فكرة الألفة بشكل عبقري عشان يخلوك تتعلق باللعبة، تحس إنها بتكلمك شخصيا. بتعمل تصميم لبيئات مألوفة، لما تدخل اللعبة وتلاقي شكل الشوارع والبيوت شبه اللي في حياتك تحس إنك كنت هنا قبل كده، وده بيخلي اللعبة جذابة أكتر وممتعة. وكمان تكرار العناصر البصرية والصوتية، زي مثلا لما تسمع موسيقى خلفية مألوفة أو تشوف رمز معين بيتكرر، ده بيخلق إحساس بالراحة وبيخلي اللعبة سهلة التعلم وسريعة الاندماج. كمان تحفيز المشاعر والذكريات، بعض الألعاب بتستخدم مشاهد شبه الأحلام والذكريات تخلي اللاعب يحس إنه عاش حاجة حصلت له قبل كده، وده بيزود التفاعل العاطفي مع القصة. الخلاصة، الإحساس بالألفة مش مجرد شعور غريب، ده أداة قوية ممكن تستخدمها في العلاج النفسي عشان تساعد الناس يتعاملوا مع مشاعرهم، ممكن تستخدمها في الألعاب عشان تخليها أكتر جاذبية وتأثير. نيجي بقى للفرق بين الديجافو والجامايزفو. الديجافو ده الإحساس اللي بيجي لك إنك شفت الموقف ده قبل كده رغم إنك متأكد إنه بيحصل لأول مرة، زي مثلا لما تكون راكب ميكروباص والسواق بيشغل أغنية والجو حواليك وكل حاجة تخليك تقول إنك عشت الموقف ده قبل كده، بس لما تفكر تكتشف إنك أول مرة تركب الخط ده. كده إحنا عرفنا يعني إيه ديجافو. نيجي بقى للجمايزفو، ده عكس الديجافو، تحصل حاجة مألوفة جدا بس تحس إنها غريبة وأول مرة تشوفها، زي مثلا لو بتكتب كلمة بسيطة زي باب أو شباك تكتبها كذا مرة فجأة تحس إن شكلها غلط أو غريب، تقول هو ده فعلا شكل الكلمة. أو مثلا لما تيجي تبص على وش حد من أهلك أو صحابك تحس فجأة إن شكله غريب كأنك أول مرة تشوفه رغم إنك بتشوفه كل يوم. أو مثلا لما تكون ماشي في طريق أنت بتعدي منه كل يوم وفجأة تحس إنك مش عارفه أو كأنك تايه فيه رغم إنه مألوف جدا بالنسبة ليك. طب ليه بيحصل كده؟ المخ بيبدأ يشك في المعلومة بسبب التكرار أو الإرهاق ويفصل الإحساس بالألفة وتحس إن الحاجة دي جديدة عليك رغم إنها مألوفة جدا بالنسبة ليك. وكمان في حاجة اسمها بريسكيفو، يعني إيه؟ ده إحساس إنك جاي تفتكر حاجة بس مش قادر توصل لها، زي مثلا لما حد يقول لك فاكر الفيلم اللي فيه فلان، انت تقول اه اسمه على طرف لساني بس مش فاكره، تحس انك خلاص هتفتكر بس المعلومه مش بتطلع. او مثلا لما تيجي تشرح حاجه وتقول في كلمه بتوصف ده بس مش جايه في دماغك دلوقتي، تحس انك بتلف حوالين الكلمه بس مش قادر تمسكها. او مثلا لما تكون في امتحان وعارف الاجابه بس مش قادر تفتكرها وتفضل تقول لنفسك انا كنت مذاكرها بس راحت مني دلوقتي. طب ليه بيحصل كده؟ المخ بيكون قريب جدا من استرجاع المعلومه بس في حاجه منع الوصول زي تشويش او توتر. وامتى احساس الديجافو يبقى طبيعي وامتى يبقى مرضي؟ اول حاجه لما يبقى طبيعي، الديجافو بيحصل لمعظم الناس وده مش معناه ان في مشكله، يبقى عادي جدا لو بيحصل في كل فتره، يعني مثلا مره كل كام شهر او بيجي فجاه ويعدي في ثواني ومش بيأثر على تركيزك ولا بيخليك تحس بدوخه او تعب. يعني مثلا لو انت داخل مطعم اول مره تدخله فجاه تحس انك قعدت على نفس الترابيزه قبل كده وسمعت نفس الكلام بنفس الاضاءه، الاحساس بيعدي في ثواني وبتكمل يومك عادي. طب امتى يبقى مرضي او خطر؟ الديجافو ممكن يبقى علامه على مشكله لو بيحصل كتير جدا بشكل متكرر، بيجي مع اعراض تانية زي دوخه او احساس انك هتقع، فقدان وعي حتى لو لثواني، ورعشة أو تشنجات أو ارتباك أو عدم فهم اللي حواليك أو نوب الصرع أو تغير مفاجئ في السلوك. لازم دكتور أعصاب في الحالات دي. لو الديجافو بيحصل كتير ومع أعراض زي اللي قلتها يبقى لازم تروح لدكتور أعصاب عشان ممكن يبقى في خلل في المخ أو بداية نوبات صرع، وده محتاج تشخيص وفحوصات زي رسم مخ أو أشعة. الديجافو مش سحر ولا تنبؤ، هو سر من أسرار دماغنا. إحنا عرفنا إنه مرتبط بالذاكرة والإدراك وساعات بالنشاط العصبي. لو استفدت من الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك وشارك معانا في التعليقات لو حصل لك ديجافو قبل كده.